قبل ما نبدأ الملخص ما تنسوش الضغط على اللايك والاشتراك بالقناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. كيمي مسكتها الشرطة علشان بتصور من غير إذن. إيزومي هو بيتمشى شافها هنا، لما شافته ابتدت تعيط. قالت له هو انت هنا؟ طبعا اتفاجئ أول مرة يشوف كيمي بتعيط. وهم راجعين قال لها مش سامع لك صوت يعني. قالت له على فكرة أنا ما صورتهوش. قال لها طب ليه ما دفعتش على نفسك؟ قالت له علشان قال حاجات أنا ما عملتهاش وأنا خفت علشان كده سكت. قال لها اخر مره تصوري من غير اذن. قالت له هو اصلا انت ليه بتتكلم كده؟ انت السبب، لو سبتني اشارك بصورتك ما كانش ده حصل. قال لها هو دلوقتي انا بقيت السبب؟ قالت له ايوه، لو ما شاركتش في المسابقه دي النادي خلاص هيتقفل. قال لها هو انت ليه مهووسه بالنادي ده؟ قالت له علشان النادي التصوير هو كل حاجه في حياتي وانا لازم اشارك في المسابقه دي علشان نادي التصوير يستمر. هنا قالت له الفرصة الوحيدة ان انت تسمح لي ان انا اشارك بصورتك او كل يوم هصور عشوائي. هنا قال لها طب انا ممكن افكر. قالت له انت مستحيل اصلا تقبل. هنا قال لها انت بجد واحدة شاطرة. قالت له وانت بتتمسخر عليا ولا ايه؟ قال لها انا بجد بتكلم، علشان كده خلاص انا قررت ان انا هشارك معاكي في المسابقة. قالت له وانت بتقول ايه؟ قال لها زي ما قلت لك خلاص انا هشارك في المسابقة دي. هنا قالت له هو انت بتتكلم عن جد؟ قال لها طبعا، هو انا بقول كلام كده ولا ايه؟ وطبعا عملت الحركه بتاعتها دي. قال لها بس لو ما فزتيش الذنب مش ذنبي انا. هنا قالت له بجد ونطت عليه النطه دي. طبعا في اللحظه دي شافتهم ناتسومي، اتفاجئت وفضلت تبص عليهم بس فورا سابتهم وراحت. ايزومي شافها قال اكيد دلوقتي فهمتنا غلط، بس بصراحه حقها. ناتسومي قالت ايه ده، هو ايه اللي بيحصل؟ ولما كانت في البيت قالت كانوا مبسوطين مع بعض. هنا قالت مش مهم، اهم حاجة امتحان القبول، وابتدت تذاكر والنهاردة امتحانها. موريكا قالت النهاردة امتحان ناتسومي، اتمنى ان هي تنجح. وطبعا ايزومي كان رايح وراها علشان يسندها وقال النهاردة التلج، بس مش هسيب انه الامتحان ده يلتغي وهكون واقف جنب ناتسومي. هنا طبعا وقعت وجاء ايزومي في الوقت المناسب. قال لها هو انت بتعملي ايه؟ لازم تديري بالك على نفسك. وقالت له انت اللي بتعمل ايه هنا؟ قال لها بصراحة كنت معدي هنا وبالصدفة شفتك طبعا من الكلام ده. وقال لها يلا قومي علشان ما تتأخريش. هنا راح معاها في الباص. قالت له انا عارفة مش هوصل في الوقت المناسب. ايزومي قال لها وانت بتقولي ايه؟ هتشوفي هنوصل في الوقت المناسب. قالت له بس انا مش فاكرة اي حاجة، اكيد الامتحان ده انا هرصف فيه. قال لها وانت بتقولي ايه؟ انا واثق فيكي. سألها سؤال، قال لها أقدم مذكرات كتبت بخط اليد. قالت له السؤال ده في التاريخ الياباني. هنا قالت له ميدي كامبا وقال لها أهو أنت عارفة الأجوبة. استغربت وقالت له طب أنت إزاي عارف السؤال ده والجواب كمان وأنت ما ذاكرتش؟ قال لها بس أنا ذاكرت في امتحان القبول. هنا وصلوا في الوقت المناسب. قال لها شفتي؟ وهي رايحة قال لها ناتسومي تبالي مني دي مكتوب عليها النجاح في الحب زي ما ادتها لصاحبتها في عيد ميلاد. وقالت له لما خلص الامتحان هسألك سؤال. وقابلتها طبعا، قالت له حامل جهدي في الامتحان ده وشكرته. هنا قال لها يلا بسرعة عشان ما تضيعيش وقت. كيومي خلاص قررت ان هي تسلم الصورة علشان تشارك في المسابقة دي. هنا خلاص بعتتها وقالت اتمنى ان انا افوز في المسابقة دي. وطبعا كانت ناتسومي بتفكر في ايزومي وبتبص على الهدية اللي هو اداها لها، مع انه امتحان القبول مهم بالنسبة ليها. كيومي كانت بتبعت الرسائل لايزومي بس كان بيفتحهم وما بيجاوبهاش. قال كل يوم بتبعت لي اصلا. هي بتتمشى شافته قالت ايه ده، ايزومي بيعمل هنا ايه وهو بيقرا الكتاب ده؟ طبت عليه زي كل مره. قالت له ايه ده، هو انت عايز تدخل اختبار زي ناتسومي ولا ايه؟ قال لها هو انت عايزه مني حاجه تانية يعني؟ قالت له هو انت ليه محسسني ان انا بستغل الناس اصلا؟ قال لها عايزه حاجه تانية؟ قالت له مش عايزه. هنا كانت قاعده وقالت ايه الاحساس اللي انا بحس بيه ده؟ طبعا احساسها تجاه ايزومي. وهنا خلصت ناتسومي الامتحانات بتاعها وكانت راجعه البيت. قالت انا لازم اشكر ايزومي بس قبل كده لازم اساله على الموقف اللي انا شفته لما كان مع كيومي. وقالت خلاص هساله واشوف هيقول ايه. لما وصلت المحطه لقت كيومي مستنياها وراحت جاري علشان كانت عايزه تتكلم مع ايزومي بس كانت واقفه لها هنا. قالت لها وانت عايزه مني ايه؟ قالت لها عايزه اتكلم معاك في موضوع مهم، ممكن اخرج مع ايزومي في موعد؟ اتفاجئت وهي مع ايزومي كانت بتبص عليه. قال لها وانت ليه بتبصي لي كده؟
مش كنتي عايزة تسأليني سؤال بعد الامتحان؟ هنا افتكرت كلام كيومي لما قالت لها ممكن أخرج مع إيزومي في موعد، يعني قصدها كحبايب. قالت له خلاص مش مهم دلوقتي، أصلا عرفت اللي أنا كنت عايزة أعرفه. قال لها إيه؟ قالت له خلاص مش عايزة أقول. هنا لما وصلوا لقوا أم سومان مستنيهم علشان رايحين عند موريكا. طبعا موريكا لما شافتهم اتفاجئت وقالت لها ناتسومي احنا اسفين جيناكي من غير ما نتصل فيكي. طبعا كانت كيومي متوترة وقالت ازاي هقول لإيزومي ان احنا نخرج مع بعض. وقالت لهم موريكا انا اسفة بيتي على قد المقام. قالوا لها لا بالعكس جميل. كمان كانت بتطبخ فوق الطاولة، كلهم كانوا متفاجئين. ناتسومي قالت لها هو ده اختراع جديد ولا ايه؟ قالت لها بالعكس قديم. مياهي قالت لها على فكرة دي بتطبخ اكل جميل جدا هتدوقي وتشوفي. ناتسومي شكرتها وقالت لهم كلكم وقفت جنبي في الامتحان ده. قال لها هو انت لسه في عندك اختبار صح؟ قالت له اه في الشهر الجاي. قال لها ده بعيد قوي. اما ايزومي قال له بالعكس ده قريب ولازم تذاكر. ناتسومي قالت معه حق انا ما بقاش عندي وقت خالص. هنا قالت له إيزومي انت عمال تاكل، خلصت كل الاكل على فكرة. بس هو مش مهتم خالص. كانت كيومي بتحاول انها تبعت له رسالة ان هما يلتقوا مع بعض، بس كانت بترجع تمسحها وقالت هو انا ازاي هبص في عيونه لما ابعت الرسالة دي. بس طبعا جه القط بتاعها وساعدها. قالت له هو انت عملت ايه؟ انت خلاص بعت الرسالة. طبعا إيزومي قراها وافق ان هما يتقابلوا مع بعض. ما كانتش متوقعة منه الرد ده، كانت مبسوطة جدا وبتشكر القطة بتاعتها. سومان قال له إيزومي هو انت رايح لمكان؟ قال له ايوه لازم اروح بدري. هنا قال له هو انت مخبي عليا ايه؟ جدتي شافتك في المكتبة وبتشتري الكتاب بتاع زي ناتسومي. هنا قال له مفيش حاجة من الكلام ده انت غلطان. قال له هو انت بتكذب عليا ولا ايه؟ يلا قولي. هنا قال له خلاص هقولك وامرني على الله. قال له بصراحة عايز أشارك في امتحان القبول زي ناتسومي. هنا كانت موريكا بتتكلم مع أختها وقالت لها بصراحة ناتسومي لبسها جميل جدا وكمان هي جميلة وأنيقة، على فكرة لازم تلبسي زيها ها. موريكا قالت عندك حق ناتسومي شخصيتها جميلة جدا. سومان قال له هو انت مع كيومي؟ قال له قصدك ايه اللي جاب كيومي في موضوعنا؟ قال له بصراحة شايفكم لايقين على بعض. قال له انا وكيومي؟ هو انت بتقول ايه؟ قبل ما تفكر فيا لازم تفكر في نفسك انت وموريكا. قال له بلاش تغير الموضوع. قال له انت ما شفتش نفسك وانت في بيتها؟ سومان قال له بصراحة كنت متوتر، مش بس شوية كنت متوتر جدا. وابتدوا يضحكوا. قال له يلا انا لازم اروح دلوقتي. كيمي بعتت له رسالة علشان تفكروا وقال رسميا الموعد ده سري. كانت كيومي عمالة تجهز في نفسها وده قال لها هو انت مش بتبالغي؟ هو انت مش قلتي ما عندكش حبيب اصلا؟ ليه بتعملي كل المكياج ده؟ هنا بصيت له البصه دي وقال لها يا ريت ما تبصيش عليه بالبصه دي هتخوفيه. وقالت هو انا ببالغ بجد؟ هنا تاني يوم اتقابل مع ناتسومي. طبعا كان رايح علشان يقابل كيومي. بالصدفه شاف ناتسومي. قالت له هو انت رايح على فين؟ رايح في موعد صح؟ واتفاجئ. قال لها هو انت بتقولي ايه؟ قالت له ما تخبيش عليا انا عارفه اصلا. هو ليه الكل بيذكر اسم كيومي؟ قالت له علشان انتوا قريبين من بعض جدا. هنا جت كيومي وهي باللبس الجميل ده. قالت له انا جيت، بس اتفاجئت لما شافت ناتسومي كمان وكانت زعلانه بالشكل ده. هنا قالت لها هو انا ما قلتلكش ما ينفعش ان انت تخرجي معاه؟ كيومي قالت لها هو انا هاخد اذنك ولا ايه يعني؟ هنا قالت لها طب ليه سالتيني؟ قالت لها مالكش دعوه. قالت لهم خلاص انا هنزل هنا. هنا ما كانتش عارفه نفسها هي فين بس هتعمل ايه. هنا قالت له كيمي هنقضي وقت جميل جدا. قال لها طب انا تعبان. قالت له انا اسفه علشان اديتك كل اغراضي تشيلها. قال لها يلا خلينا نروح بسرعه. هنا كانت عماله تصور وقال هي مش محتاجاني اصلا ولسه بيقولوا ان احنا لايقين على بعض. هما بيقولوا ايه؟ هنا قال لها هو انت اخدتي كل الصور دي؟ قالت له بص صور جميله جدا. هنا قالت له ايه ده؟ هو انت صورتني ولا ايه؟ قال لها عشان تعرفي حتى الصور هنا جميله. خدت له تليفون وحطت صورتها على الشاشة الرئيسية. قالت له دلوقتي تقدر تاخد تليفونك. قال لها طب ازاي هشيلها دلوقتي وانتي عملتي ايه؟ ابتدت بتضحك. قالت له وانت ما تعرفش حتى؟ هنا قال لها لازم اروح. قالت له استنى لازم تروح معايا المكان. واخدته المكتبة علشان توري كل الصور اللي هي صورتها. هنا ابتدى بيبص على الصور وبص على ناتسومي. قالت له هو انت عايز ترجع البيت؟ قال لها خلاص خليني ابص. قالت له انا فرحانة علشان مش بزعجك. لا وانت الصادقة علشان ناتسومي. هنا قالت له دي اخت ناتسومي عندها ملامح زيها. قالت له لو فزت في المسابقة هعترف ان انا بحبك. اتفاجئ. قالت له يلا لازم اروح دلوقتي. فجأة جت البنت دي ابتدى يبص عليها وقال لها هو انت مين؟ قالت له هو انت ما عرفتنيش؟ انا موريكا. اتفاجئ. قال ايه ده؟ هو ايه اليوم الغريب ده؟ تاني
تاني يوم لما راحت المدرسة الكل كان بيبص عليها، ودي قالت لها بصي بصي مونيكا متغيرة قد ايه. ده كان بيفكر في امتحان القبول، لما شافها قال مين البنت دي؟ قالت له انا مونيكا. هنا طب ساكت بسببها. قالت له سومان صباح الخير. طبعا كمان كان متفاجئ، ودي قالت لهم الحقوني مش قادرة اتحكم في البنت لما شافت مونيكا وهي متغيرة، قصدها على البنت دي. قالت علشان كده بكرهها. هنا قالت لهم بصراحة مونيكا بنت طويلة وجسمها جميل جدا. قالت لي ناتسومي مش صح. هنا كانت بتفكر، قالت لها هو انت بتفكري في ايه؟ قالت لها عندك حق. لما عدى من قدامها ابتدت تبص عليه. يوري قالت لها ما تزعليش انت كمان جميله. قالت لها مش قصدي ده خالص. موريكا قالت ما كانش لازم اقص شعري. مياه قالت لها وانت بتقولي ايه؟ ما يهمكش حد. قالت لها عندك حق اهم حاجه. سومان قال حاجه؟ قالت لها ما قالش ولا حاجه بس صباح الخير. قالت لها ماشي انا هوريه. ايزومي وهو خارج من المكتبه شاف كيومي، بس هي لما شافته ابتدت بتجري. هنا قالت هو انا بعمل ايه؟ ليه بتصرف بطريقه غريبه زي كده؟ موريكا وهي قاعده لوحدها قالت لها ناتسومي هو انت خلصتي تدريبك؟ قالت لها اه. هنا سالتها على مستقبلها. قالت لها انا بس بفكر ان انا اساعد اهلي واتخرج من الجامعه بس. قالت لها وانتي بتفكري في ايه؟ قالت لها بصراحه دلوقتي مش عارفه بس هشوف. انا اسفه علشان اتكلمت معاك في الموضوع ده. هنا قالت لها على فكره تسريحه شعرك جميله جدا. طبعا اتكسفت وشكرتها. لا اكيد سومان عجبته تسريحه شعرك. هنا قالت لها ناتسومي هو انت بتحبي سومان؟ اتفاجئت. إيزومي كل يوم بيجري بالليل. كانت كويمي مستنياه، ولما وصل راحت تجيب له حاجة علشان يشربها. قالت له اتفضل. هنا قالت له على فكرة المرة دي مش صدفة، أنا كنت مستنياك. قالت له بس نفسي أعرف إزاي بتجري في البرد ده. قال لها مش هتقدري تفهمي، يلا خدي اشربي. هنا قالت له أنا لازم أروح دلوقتي عندي تصوير. قال لها تاني هتصوري من غير إذن؟ قالت له بهزر معاك هروح البيت. تاني يوم سومان قال لمياهي هي مونيكا زعلانة من حاجة؟ قالت له اسأل نفسك. هنا قال لها بصراحة مش عارف، حصل كده بعد قصة شعرها. قالت له هو ده السبب؟ طبعا ما قلتش أي حاجة للبنت. راح عندها جري وقال لها قصة شعرك جميلة جدا. بصراحة أنا زعلت علشان لاحظت إن الكل بيبص عليكي، باختصار إن هو بيغير عليها. قالت له خلاص مفيش مشكلة. ناتسومي كانت بتشتري حاجات وافتكرت كلام موريكا لما سألتها إذا هي بتحب سومان. كان ردها كنت بحبه وكان حب من طرف واحد، ودلوقتي مش بحبه خالص وبحب شخص، وده هو الحب الحقيقي. طبعا كلنا عارفين مين الشخص ده. ولحد هنا بيخلص الملخص بتاعنا. استنوني في الحلقة القادمة. سلام.